السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي رسول الله. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا في اتم صحة وفي احسن حال. بسلم على كل متابعيني جوه مصر وبره مصر. ربنا يعزكم ويكبر بخاطركم ويرضيكم ويرضى عليكم، اللهم امين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من كل ضيق مخرج. اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في السودان يا رب. يرجع اخو حواء بالسلامة، اللهم امين يا رب العالمين. اللهم ارزق كل مشتكى بالذرية الصالحة، وكل بنوتة بالزوج الصالح، والسنة فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، اللهم آمين يا رب العالمين. وحشني كل حبايبي طبعا. وحشني الروتينات الحلوة معاكم وكل حاجة حلوة كنت بعملها من بيتي معاكم يا جماعة. والله القناة دي أنا كنت عايزة أكتب من بيت شيرين، من بيت شيرين، بس لقيت أبو أحمد بيقول لي القناه دي اصلا كانت بتاعتي، كانت اسامه والناس الطيبه وكان اسمي فيها، هتعملي اسمك بقى فيها لوحدك؟ قلت له لا طبعا، انا مش للدرجه دي برضه يا جماعه. بعدين انتوا عارفين ان انا عندي قناه شيري اسامه، وطبعا كانت قناه حياه شيرين ونور اللي انا بعتها. ايوه يا جماعه، انا بعت القناه ديت بقالي اكتر من اسبوعين، بقالي داخله على 20 يوم اهو انا بيعها. ربنا يصلح حال الناس كلها يا رب، اللهم امين. هتعملي لنا ايه النهارده يا شيري؟ انا هعمل لكم بقى الحواوشي بطريقتي. اقفلي الباب يا نور عشان الصوت. اسف يا جماعه، انا بتكلم مع بنت. المهم هعمل لكم بقى النهارده حواوشي بالطريقه بتاعتي انا. طبعا في ناس كتير ممكن تكون بتعملها بالطريقه دي، ايه الجديد؟ طب بس انا عايزه اوريكم تكه حلوه قوي فرقت معايا، وعايزه اقول لكم فرقت معايا ليه، وهحكي لكم ايه اللي خلاني اقول لكم الكلام ده. صلي على النبي كده ونزيد النبي الصلاه ونحط اللايك. اوعى تنسوني بالله عليكم كده من اللايك، وتدعوا لي دعوه حلوه من قلبكم. طبعا دي ليتا، يعني ما كانتش تدخل المطبخ وتحط التاتش بتاعها، ما تبقاش ليتا. شيري انت القطه بتاعتك انت مأخداها كده انها تيجي كده. بص يا جماعه، لو انا بعمل القطه وحش هتخاف مني، واكيد هتخاف ان هي تيجي جنبي او تقرب مني، بس عشان هم عارفين بالمعامله بتاعتي معاهم، فعشان كده مخلين البساط احمدي واخدين عليا يعني، ويلاقوني بطبخ تلاقيهم واقفين جنبي على الرخامه، واقفين جنبي على الحوض. ساعات مش تلاقيه جاي لحد نص البوتاجاز، يعني تحس ان هو اصلا بيعمل طشه التوم معايا او بيخدع معايا. المهم يعني ربنا يا رب يصلح حال الناس كلها يا رب. يا جماعه الحيوان اخرس، لما بتاكليه يعني بينوبك ثواب فيه، لما بتديله اهتمام برضو ربنا برضو بيرزقك باللي يهتم بيكي. وعايزه اقول لكم برضو يا جماعه ان لما بتاكلي يعني اي حاجه زي دي كده، حيوان ما بينطقش، ما بيقولش انا جعان انا تعبان انا وتهتم بيه، تبص تلاقي ربنا برضو مراضيكي من حيث لا تحتسبي، انت او اي حد. المهم انا هنا بص عايزه اقول لكم ان البصل الاحمر ده بيبقى حراق جدا جدا جدا، كان مخلي عينيا بتنزل دهون. المهم عملت ايه يا شيخ؟ غسلت بقى ايه، عودين خضره كده حلوين كده، واربع بصلات، وقرنين فلفل على قرن شطه، يعني قرن شطه حراق على قرنين فلفل كده، اربع بصلات، طماطمايه كبيره او 2 وسط، طماطمايه كبيره او 2 وسط. ودول بقى تعملوهم ازاي يا شيري؟ خليكم بس معايا. انا نفس الشنطه اللي انا يعني كانت بتاعت الخضره وكده اللي انا طلعتها منها، قلت خلاص انا اقطع فيها كل حاجه واعمل فيها كل حاجه، وبعدين اشيلها ارميها اعزكم الله في باسكت القمامه. المهم طبعا انا هنا جبت نص كيلو لحمه. النص كيلو لحمه دول يعني اللي انت بتفرميه ده يا شيري على نص كيلو، ايوه يا جماعه على نص كيلو، وهتشوفوا. وما شاء الله ما شاء الله كانت اللحمه حلوه، وكانت تقريبا تمام، ويعني كل حاجه فيها معقوله. تقريبا كانت اللحمه قد الحاجات دي، لان احنا لو جينا وزننا الحاجات دي كلها هتطلع نص كيلو. الحاجات دي كلها بعد النظافه وبعد كله هتطلع ايه؟ نص كيلو، واللحمه نص كيلو. وهو الحواوشي بيعوز الحاجات دي يعني بصل وحاجته كده مكوناته كده تكون قد الايه، قد اللحمه. يعني لو عامله ربع كيلو لحمه يبقى عليها برضو ربع كيلو الحاجات دي، لو عامله نص كيلو لحمه يبقى عليها نص كيلو برضو الحاجات دي، لو عامله كيلو يبقى برضو عليها الكيلو البصل والخضره والطماطم والفلفل. لما نيجي كلهم يعني نقيمهم او نوزنهم يكونوا كيلو. هحكي لكم ليه يا جماعه تاخدوا الطريقه دي مني، وليه، وايه السبب اللي انا بقول لكم كده، وقلت لكم انا هقول لكم ليه خدوا الطريقه دي مني وهتعجبكم ان شاء الله. انا يا جماعه طبعا تعرفين ان في ناس يعني شغالين في الشقه وكده، وبيعملوا السباكه والسيراميك والمحاره والحاجات دي كلها والجبس والكلام ده يعني.
لما كانوا شغالين طبعا كنت بعمل اكل. كنت مره اعمل صينيه بطاطس بفراخ، مره ملوخيه ورز بشعريه وفراخ، مره حواوشي كده يعني. المهم فجيت عملت لهم الحواوشي. فلما رحت اتفرج على الشغل فلقيت اللي هو شغال هناك بيقول لي يا ام احمد بس انا في حاجه بس يعني انا عايزه اسالك فيها. بقول له اتفضل. قال لي الحواوشي ده انت بتعمليه ازاي؟ فبقول له ليه؟ بيقول لي لا بامانه طعمه حلو جدا. بعد لما جيت قلت لمراتي قالت لي ان انت فاتحه قناه على اليوتيوب وعندك صفحه وبتطبخي ومعرفش ايه. قلت له بس عادي يعني، ما مش شايفه ان الطريقه فيها جديد، كل اللي على اليوتيوب بيعملوه كده. فقال لي لا بس انا حسيت في طعم الحواوشي كان في حاجه مختلفه. هقول لكم بقى كان ايه اللي هو حس انه مختلف في الحواوشي. انا يا جماعه قلت لكم لما بيجيني دهنه مع اللحمه انا مش برميها، انا بحوشها غير لحد ما تبقى كيلو وبعد كده بسيحها. ام رحاب بقى ربنا يبارك لها اخت ابو احمد، لو عندها اي دهن ضاني اي دهن لحمه تبص تلاقيه جايباه كله وتقول عشان انت بتحبي يا شيري تطبخي بيه فانا بحوشهولك. تقول لي انا كبرت وبقيت تعبانه وماليش ان انا اكل بدهنه يعني وكده. فبقول يعني شيرين وكده بتحب تطبخ بيها وبتعمل ريحه للاكل وكلام من ده. المهم شفتوا الدهنه ايه رايكم؟ حطيتي بايديك ليه يا شيرين؟ هقول لكم ليه حطيت بايدي، لان انا هعجنها اصلا. تمام. انا كان ممكن اخد بمعلقه لو كنت مش هحط ايدي فيها، بس دام انا هحط ايدي فيها فخدت خدت بايدي كده. دي بقى دهن ضاني يا جماعه، ده كان دهن ضاني انا مسيحاه من دخلة رمضان علينا. كانت العلبه دي كانت مليانه يعني، كانت مسيحه بتاع 2 كيلو ونص دهنه. وبعدين لما سيحتهم حطيتهم في العلبه فقضوني يعني، دي اخر حاجه يعني يعتبر قضوني بتاع 3 شهور حلو مع السمنه مع الزيت. والله يا جماعه يعني هو الزمن ده عايز اللي يلم يعني، لم النعمه تلمك. تمام. صلوا بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام واستغفروا كده يعني ان شاء الله لعل ربنا يتقبل منا الاستغفار والصلاه على النبي. لو احنا في نيتنا حاجه ربنا يحققها لنا ان شاء الله بنيه الاستغفار والصلاه على النبي عليها افضل الصلاه والسلام. فالمهم ان الدهنه دي فرقت في طعم الحواوشي. الشيرين ما احنا واحنا بنفرم اللحمه بنعرفه ان هي حواوشي فبيحط لنا فيها حته دهنه، بس الدهن الضاني بيدي طعم وريحه صدقوني للحمه والحواوشي بالذات او الكفته. الدهن الضاني بيفرق في الحواوشي والكفته عن الدهن اللي هو بتاع اللحمه نفسه. فهي دي الحته اللي انا عجنتها زي ما انتم شايفين كده. بصوا لما عجنت اللحمه بيها فرقت في طعم اللحمه. طيب هنيجي بقى من بره وهنشوف احنا هنعمل ايه من بره على العيش. هقول لكم برضو الطريقه وان شاء الله باذن الله تعملوها وتطلع معاكم زي الفل. شيري طب واللي ما عندوش دهن ضاني يعمل ايه؟ وانا عارفه ان الدهن الضاني غالي يا جماعه دلوقتي بقى ثمنه زي ثمن السمنه البلدي بالظبط. عادي ولا يهمك. الدهنه من اللي انت بتسيحها من بتاعه الجزار اللي بتبقى في اللحمه، وشوفي برضو وتاخدي برضو وتعجنيها كده نفس الطريقه. وهوريكي كمان تكه حلوه قوي ان شاء الله تعجبكم. انا ما كنتش حطيت فيش التلاجة فقلت ما احط فيش التلاجة عشان يا جماعه الجو يعني حر عندنا وكده والله ربنا يعيننا ويأجرنا من النار ومن حر النار وكل الناس يا رب اللهم امين. كل الدول يعني ربنا يعيننا والله ويأجرنا يا رب اللهم امين. اللهم عوضنا خير يا رب. بصوا شفتوا شويه الزيت اللي انا حطيتهم دول حوالي معلقتين زيت كبار، معلقتين زيت كبار. خدت بقى حته دهنه بايدي كده زي ما انتم شايفين كده. تمام. ايه رايكم؟ دي بقى تكه. دي تكه ازاي بقى يا شيرين؟ شايفين؟ ايه رايكم؟ كده كمان العيش اتشبع بالدهنه والزيت، كده كمان العيش اتشبع بالدهنه والزيت. كده بقى ليه طعم، حتى العيش وانت بتاكليه ليه طعم يعني، مش شرط اللحمه كمان بس من جوه كمان العيش بقى ليه طعم. فهي دي نفس الطريقه اللي انا عملتها. وانا كنت بودي يعني اعمل الغدا وابو احمد ياخد الاكل يوديه للصنايعيه وكده اللي هم شغالين. طبعا انا هنا كنت خلصت الخضره، كنت سايبه عود بس كده للزينه في الاخر. فقلت خلاص انا هكتفي ان انا اخلي الطماطمتين كده عليهم عشان اكسر اللون الاحمر. فعملت خرطت كده قرن شطه اخضر كده اكسر اللون بس مش اكتر والله يا جماعه، ان انا اكسر اللون بس. ربنا يبارك فيكم يا رب وربنا يرزقكم ويرزقنا ويوسع على الناس كلها ويرضي الناس كلها ويرفع يا رب، ارفع يا رب مقتك وغضبك عننا عشان ان شاء الله العيشه تبقى حلوه وتبقى تمام والناس كلها ربنا يرزقها يا رب.
يا رب ما تاخدنا بما فعل السفهاء منا يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يرفع مقته وغضبه عننا يا رب. انا طبعا هنا ما بخلص اي حاجه بحب ان انا امسح الرخامه كده والسيراميك كده وانضف حواليا، بحس ان انا اخلص الاقي كل المطبخ لا في مواعين ولا في رخامه مش نظيفه ولا سيراميك مش نظيف، يبقى كل الدنيا تمام يا جماعه. لان انا بعشق المطبخ يكون رايق بصراحه، يعني حتى الصفيحه اللي انتوا شايفينها دي اللي فيها الجبنه والله ما بحبش كمان مكانها هنا، بس انا هعمل ايه عشان احنا كل يوم بنفطر بنتعشى. نور لو جعانه تقول لي اعمل لي سندوتش، فبضطر ان انا ايه اكون يعني حطاها يعني في متناول ايدي وكده. طبعا انا هنا الحواوشي بعد ما طلع من الفرن 4 بس يا شيري، ما هو انا يا جماعه عامله 4 عشان ابو احمد وبابا بس هما اللي كانوا هياكلوا، لكن انا قلت هبقى اكل بقى مع العيال بعد ما اخلص البث المباشر. وفعلا لما خلصت رحت عملت 3 ترغيفه تانيين. الحمد لله يا جماعه، ربنا يديم علينا نعمه ويحفظها من سوء. النص كيلو ده عمل لك قد ايه يا شيري؟ بيعمل يا جماعه من يعني 7 ترغيفه، 7 ترغيفه تمام يعني حلوين، يعني مش هقول لكم فاضيين، لا ما شاء الله. نص كيلو بيعمل 7 ترغيفه حواوشي، والرغيف ما شاء الله يشبعك. دمتم في رعايه الله.